انت ما تعرفش كل واحد ربنا اخد منه ايه واداله ايه. تلاقي نفسك وانت بتقلب على انستجرام كده في رمضان تطلع لك صورة بيت فخم معمول فيه عزومة حلوة، وليمة كبيرة، سفرة ضخمة، تيجي غصب عنك تلاقي نفسك بتقارن نفسك بده، فهتلاقي نفسك تلقائيا بتقارن نفسك بحاجات انت شايفها في صورتها الاخيرة، كواليس انت ما حضرتهاش. الواقع اللي انت بتشوفه غير الكواليس اللي بتعيشها. كل واحد عنده حياته وكل واحد عنده همومه وعنده مشاكله. ما تحاولش تقارن نفسك بحد. في فرق كبير جدا بين ان انت تقارن حد وان انت تحسده او تتمنى زوال النعمه من عنده، او بين الغبطه اللي هي عكس الحسد، اللي يا ريت تكون عندنا كلنا في رمضان تحديدا. الغبطه عكس الحسد، والغبطه هي ان انت تشوف حد ما شاء الله تلاقيه راجل مصلي دايما بيقرا في المصحف كتير، فتشوف فتتبسط ان النعمه دي عنده وتقول ربنا يديمها عليه نعمه، وتتمنى ان انت تكون زيه من غير ما النعمه بتاعته تزول. وينطبق المثل ده مش بس على الناس اللي بتعمل عبادات، لو اي حد عنده اي حاجه حلوه في ايده عجبتك بلاش تقارن نفسك او تحس ان انت عندك مشاعر انتقاد ومشاعر سلبيه تجاه اي شخص لدرجه انها توصلك تخليك تبقى عايز زوال النعمه منه. يعني النهارده في الروشته بتاعتنا نعمل ايه واحنا بنقلب كده على السوشيال ميديا وشفنا لقطات خلتنا نحس ان في حياه فخمه واحنا عندنا الحياه عاديه. رقم واحد لازم تكون مقتنع ان زي ما قلت لك الكواليس مختلفه، وانت ما تعرفش كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اخذ منه ايه واداله ايه. رقم اتنين خليك دايما حريص على السوشيال ميديا في رمضان انت تشوف حاجات فعلا هادفه ومفيده، حاجات تفكرك دايما بذكر ربنا وبالعباده. رقم 3 ودي حاجة مهمة جدا هي الامتنان للواقع، والامتنان هو نوع من انواع الشكر للنعم، ان انت تكون حاسس انت ممتن وراضي لكل حاجة عندك. خليني اقول لك في الاخر ان حياتك هي الحياة اللي انت بتعيشها، مش الحياة اللي انت بتشوفها وبتحاول تقارن نفسك بيها، وانت ما تعرفش كل واحد ربنا اخد منه ايه واداله ايه. ولذلك تمنى الخير للناس هتلاقي الخير هيجيلك. في الاخر خليني اقول لك انت عمرك ما هتشوف الصورة كاملة، كل واحد عايش حياته وعارف كويس ربنا اداله ايه واخد منه ايه، انت ما تعرفش. واشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.